يلا نصلي على الرسول ونسمع قصة النهاردة. وقبل ما تسمعي القصة حطي لايك يا قلب اختك. قصة النهاردة عن واحدة اسمها سمر. سمر عندها 32 سنة. سمر متجوزة من راجل بتحبه جدا، وطول عمرها بتحلم بزوج مثالي زي ده. علاقتهم كانت كويسة جدا مع بعض لغاية ما حملت. وده كان على طبعا موضوع كانوا متكلمين فيه هي وجوزها، وكانوا متفقين ان مفيش اطفال، بس ده امر ربنا ان هم يجيبوا طفل. جوزها كان رأيه ان هم يستنوا شوية، بحيث ان الحمل ده قدامه شوية وفي تعب، هم يعيشوا الاول وقتهم وبعدين الخلفة يبقى قدامها شوية براحتهم، العمر معاهم طويل، لكن ده امر ربنا. بتقول اول ما بدات حملي طبعا الدكتور منعني ان انا اقرب من جوزي، عشان انا لسه كنت اول حمل ليا، وكان المفروض ان انا ما اقربش منه نهائي او هو يقرب مني نهائي. وده كان عمل ازمه كبيره بينا فعلا، وجوزي كان متضايق جدا، وبدا الموضوع معاه اول مره نتخانق واول مره احس ان هو خلقه ضيق معايا. وخلاص بدانا ان في حاجه، في مشكله ممكن نتكلم فيها، او في حاجه ممكن تزعلنا من بعض. بس ده ما كانش بمزاجي، ده كان تعليمات الدكتور. عدت فترة الحمل اللي هو استحملها بالعافية، وجي بعدها فترة ان انا جبت طفل، وبدأ كل اهتمامي بالطفل ده. حسيت ان هو كل حياتي، ام زي اي ام في الدنيا، جديد عليها الاطفال، وحاسة ان هو كل حياتي. وبدأت اهمل جوزي. جوزي بدأ الاول يتخانق معايا، واحدة واحدة بقيت احس ان احنا انا وهو على طول الوقت متخانقين. بعديها بقيت احس ان هو مفيش خالص، ما بقاش يتخانق. جه في مرحلة ان هو بقى يسكت، ما بقاش يقول لي اي حاجة ولا بقى يهتم بيا. وبقى بالنسبة له الأمر عادي، موجودة زي مش موجودة، بقى مجرد البيت بالنسبة له أكل ومصاريف بس، مش أكتر من كده، ما بيهتمش بأي حاجة في الدنيا. حسيت إن في حاجة متغيرة، لقيته طول الوقت قاعد مش موجود معايا وما بيتكلمش وكأني مش موجودة. دلوقتي أنا اللي بقيت حاسة إن أنا بدور عليه وهو مش موجود. فاحساسي كست اكد لي ان في حد تاني في حياته، ولانه طول الوقت قاعد ماسك التليفون. وده ما كانتش طبيعه فيه نهائي ان هو يمسك التليفون، وكان اول مره يدخل بوكيت نت. وبقيت حاسه ان في حاجه غلط، بس مش متاكده ومش متوقعه ان ممكن يكون على علاقه بواحده غيري. ومن هنا بدا شكي يزيد، كل ما اهماله بيزيد كل ما انا شكي بيزيد. ولما جيت امسك تليفونه واقلب فيه، لقيته معمول بباسورد. معرفتش ان انا افتحه ولا عرفت في اي حاجه. وطبعا ما كنتش قادره اقول له ايه الباسورد عشان ما يعرفش ان انا شاكه فيه. وفضلت ساكته ومستنيه ومستنيه الفرصه. وجه في يوم ابني الصغير كان بيعيط عياط وحش قوي، وبعدين قرر ان هو يديله تليفونه، وكان مشغل له عليه قناه اطفال، يا كرتون. ومن هنا لقيت دي فرصة حلوة جدا ان انا الحق التليفون اشوف فيه ايه. وخدت التليفون بالراحة من ايد ابني، وببص لقيته عامل باسورد لكل حاجة في التليفون، معرفتش اشوف اي حاجة فيه. ولكن جت ارسال جالي اشعار على التليفون من فوق برسالة، اني واحدة بعتله بتقول حبيبي مش عارفة. المهم ان الجملة كان فيها ست، بمعنى اصح لقيت الجملة بالنسبة لي فيها ست. بقيت مش عارفة اعمل ايه، بقيت حاسة ان انا زي ما اكون مصدومة ومش لاقي حل، ومش عارفة اعمل زي المجنونة ومش عارفة اعمل ايه. بس ما قلتلوش حاجة وما بينتلوش اي حاجة، بس كده كنت متأكدة ان هو يعرف واحدة تانية عليا. وكان كل ما يعدي الوقت كان بيزيد اهتمامه بيها، وكان بيتركني انا نهائي. ومن هنا صعبت عليا نفسي قوي، وقررت ان انتقم منه. بس قعدت افكر انتقم منه ازاي، ما لقيتش احسن من ان انا اعمل زي ما هو عمل فيا واحسسه بنفس اللي انا حسيته. وفعلا دخلت على الفيسبوك وعلى التليفون بتاعي، وبدات ادخل اصدقاء كتير جدا. وفعلا بدات اتكلم مع شباب، وبالذات المتجوزين، لان المتجوز عمره ما هيجيب سيرتي في حاجه. وبعد ما بدات اتكلم معاهم، بدات خلاص بقى حاسه ان انا هو بدات ما اهتمش بيه ولا اقول له انت فين، وهو نفس الوضع كل ما ده لا انا بهتم بيه ولا هو بيهتم بيا. بس ما عملتش اي حاجه غلط، انا مجرد اتكلمت وبس. بس كنت بحاول ان انا اعوض النقص اللي هو محسسني بيه. بلاقي اهتمام من حد تاني، بحس ان انا موجوده. وفضلت فتره كبيره على كده. ودلوقتي انا ما بقتش عارفه اكمل في العلاقه دي، ولا اواجهه، ولا اعمل ايه بالظبط. يعني انا دلوقتي حاسه ان انا متضايقه من نفسي، ومتضايقه ان انا مش عارفه انا عملت كده صح ولا غلط. بس كل اللي انا كنت بفكر فيه ان انا انتقم منه، لان حتى لو انشغلت عنه، فانا انشغلت بابنه. انشغلت بحته منه، ما انشغلتش عشان خاطر نفسي. لكن رديت له كل ده، وبدأت أتكلم في التليفون، وبدأت أتكلم ناس تانية خالص، وبدأت عمري ما فكرت إن أنا ممكن أعمل حاجة زي دي. بس كل اللي أنا شايفاه كان انتقامي منه، كنت نفسي أنتقم منه. كنت نفسي أخليه أحسسه إحساس يعني إيه حد بيخون حد، حد يعرف حد غير البني آدم اللي ارتبط بيه. أنا اتكسرت،
وكنت حاسه ان انا موجوعه قوي. بصي بقى يا عين اختك، هقول لك حاجه تفهميها كويس. هل انت لما انت رديتي له الخيانه بالخيانه هل نفسيتك كده ارتاحت؟ والله استحاله. هل لما انت عملتيه زي ما هو عاملك هل ان انت كده مرتاحه؟ والله ما مرتاحه. هل ان انت نفسيا كده ما خدتيش ذنب طفل ان امه اللي هو ايا كان ابوه عمل ايه، ان امه دي المفروض اللي هو حته منها لما تطلع تعمل حاجه غلط واللي انت بتقوليها دي اسمها خيانه؟ يعني انت عملتي زي ما هو عمل؟ لا طبعا. انت تربيتك، انت اهلك ربوكي، انت عارفه يعني ايه مهما اللي قدامك بيعمل انت ملتزمه بتربيه انت متربياها. هو انا عشان الراجل خني انا خونه؟ هو انا عشان الراجل كداب ابقى انا كدابه؟ طب امال انا منتقده تصرفه ليه اما انا ممكن اعمل زيه؟ هل انا دلوقتي تربيتي طبعا بتقول انا مين؟ تربيتي هي اللي بتعرف اللي قدامي انا ايه. هل انا اللي هو عمله فيكي مضايقك؟ هل ان انت كده نفسيا مرتاحه؟ شلتي ذنب نفسك وذنب ابنك وذنبه هو كمان على فكره، عشان هو ربنا اللي هيحاسبه مش انت اللي هتحاسبيه. هو ربنا هيحاسبه على تصرفاته، مش معنى ان هو يبقى سيء يبقى انت سيئه. صدقيني ما هتكسبي حاجه غير تأنيب الضمير. اي ست في الدنيا بعد ما بتعمل حاجه غلط ممكن بتعملها من غيظها وممكن تكون بتعملها ان هي متضايقه من اللي قدامها ان بتعمل معاه كويس بتلاقي حاجه وحشه. بس صدقيني انت اللي هتشيلي بعد كده تأنيب الضمير ومش هتعرفي تنامي وهتحسي بالذنب مهما يكون اللي قدامك انت بتردي له اللي هو عمله، لكن ده انت بترديه لنفسك انت. لان انت ساعتها مش هتبقي مرتاحه وهتسقطي من نظر نفسك وهتحسي ان انت بني ادمه ما بقيتيش محترمه وقلتي من نفسك قوي. لان انت هو لو قل من نفسه انت ما تعمليش كده وما توصليش نفسك ان انت تعملي كده. راعي ربنا ببيتك وابنك وزوجك وسيبيه هو حسابه عند ربنا. قربيه منك، حاولي معاه ان انت ترجعيه للطريق الصح، لكن ما تعاقبيهوش. انت كده بتعاقبي نفسك. انت كده فكرتي ان انت عاقبتيه، لا ده انت عاقبتي نفسك على فكره. لو كنت انت رجعتيه وكنت حاولتي تتقربي منه وحاولتي تقولي له غلط، لو واجهتيه كمان كان هيبقى احسن من اللي انت عملتيه ده.